السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من البلدي يوكل. النهاردة بقى أنا في أسعد حالاتي عشان هنعمل سمك، وأنا عشقي السمك، أي أنواع، مقلي مشوي صينية أي حاجة أنا جاية فيها وش يعني. فالنهاردة إن شاء الله جايبه لكم وصفتين سهلين كده وخفاف وحلوين، وهنعملهم بسهولة وببساطة زي ما احنا متعودين في برنامجنا. أول وصفة معانا طاجن السمك المشكل، أو أنا بسميه كده إيه، طاجن البواقي. نقول مقاديره وبعدين أقول لكم ليه سميته الاسم ده. عندي صبيت سمك فيليه، جمبري، جزر مبشور، طماطم مكعبات، فلفل رومي على حامي، ومش هخبي عليكم يعني أنا حطاه حامي كله، كزبرة خضراء، بصل مكعبات، وعيدان كرفس. دي كده المقادير الأساسية. وبعد كده توابلنا، عندي كزبرة ناشفة، وعندي جوز الطيب وقرفة والبهارات والكمون والثوم أصدقاء السمك، وعندي بعد كده روزميري مطحون، وطبعا شفشق الطماطم المضروبة في الخلاط تقيلة. هي دي مقاديرنا، ونضيف عليهم حلة وطاجن وكبشة ومعلقة هنقلب بيها بس كده، وشوية زيت. دي مقاديرنا. اقول لكم بقى ليه انا سميته طاجن البواقي. انا عندي الحاجات دي كلها انا بحطها بواقي في الفريزر. يعني مثلا كنت عامله اكله صبيت كده حلوه مقلي، اروح واخده كده شويه كبشه كده في كيس ربطاه وشايلاه في الفريزر. كنت بعمل قبل كده 2 كيلو سمك فيليه، رحت واخده الحتتين دول في كيس شايلاها في الفريزر. الجمبري نفس الحكايه، كام واحده كده برضو في كيس في الفريزر. جيت بقى بعد كده بفتح الفريزر لقيت عندي الحاجات دي كلها، قلت طب والله لا انا مطلعاها وعامله لكم بيها ان شاء الله احلى طاجن يستاهل بقكم. كفايه كلام، نخش على الشغل. اول حاجه متفقين بنعملها ايه؟ نشمر ايدينا ونقول الله المستعان. نولع بوتاجازنا بالولاعه العبقريه بتاعتي، نحط الحله على النار ومعلقتنا، ونجيب اول حاجه هنحطها الزيت، وبعد كده هنقرب كل الجماعه دول جنبينا. شويه زيت حلوين كده، السمك يحب الزيت والزيت يحب السمك. نقرب بقى كل ده، ونجيب الأخ ده، وبعد كده التوابل بتاعتنا كلها نجيبها قدام هنا، نشوف هنحتاج منها ايه بالظبط في الأول وايه في الآخر. بس كده الزيت سخن، ننزل أول حاجة بالبصل. مسخنش قوي يعني بس ماشي الحال، مش هنختلف معاه. نعليله النار، وزي ما دايما بنقول حطينا البصل في الميه الدهنيه، الماده الدهنيه في الميه الدهنيه، بما اني بقى بعمل سمك يعني. حط رشه ملح، ونسيبه بقى. وتعالوا نعمل خطوه مهمه جدا، نقطع السمك الفيليه بتاعنا مكعبات كده صغيره عشان تبقى ماشيه مع الحاجه دي، مع الجمبري ومع الصبيط. نلبس بس الجوانتي المتين بتاعنا الضيق ده، مش عارفه جايبينهولي ضيق ليه كده، انا مش عارفه يعني، ماشي ما علينا. اول ما نلبس الجوانتي داخلين على طول اوضه العمليات. بس كده بلانشا، مش عايزين الاخت دي دلوقتي هنا. نوسع كده سكينه، نحطها في حته واسعه. ماشي، هنزل الاول قبل ما ابتدي اقطع السمك الفيليه، هنزل بالصبيط الاول.
ترتيب الحاجات دي مهم جدا في نزولها على النار. الصبيت الاول مع ايه؟ مع البصله. اوطي كده شويه واروح على طول هقطع السمك الفيليه بتاعي. انا عايزاه حتت كده ايه، يعني مش كبيره ومش صغيره قوي، يعني تبان كده في الطاجن. بس كده. نفس الحكايه. بس كده. نشيل ده، مش عايزينه. نقلع جوه، نشيل عمل اللي عليه خلاص. نمسح ايدينا ونروح بسرعه نشوف الصبيت اخباره ايه. تقليبه خفيفه كده، وبعدين انزل الاول تاني حاجه بالسمك الفيليه. طبعا احنا عارفين ان السمك ما بياخدش وقت على النار في اي حاجه، في الفرن، في طاجن، في اي حاجه، وما بنزودش قوي السوى عليه، يعني هي تشويحه خفيفه كده. واخيرا وليس اخرا الجمبري. وهنا بقى اهم حاجه احطها معلقه الثوم والكزبره الناشفه. فين الكزبره؟ اهي، تعالي يا ستي. ونقلب كده، وبعدين ننزل بقى بايه الاول؟ ننزل بالطماطم، وراها على طول الفلفل. انا مش عايزه ازود السوى على السمك، كله 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 كده بيبقى ورا بعضه، بياخدش وقت خالص. وجزر مبشور بينفع قوي قوي في الطاجن ده وبيبقى طعمه جميل. تقلب كده، واحط كام عود كرفس صحاح زي ما هما، انا حطيت كده 3 كفايه، وكمان عودين كزبره خضراء برضو صحيحه زي ما هي، مش هقطعها. بس كده. واقلب كله، وانزل بالطماطم. بس انا مش عايزه الطماطم تبقى كتير. وبعدين نتبل بقى التوابل بتاعتنا كلها. ملح، فلفل، شويه فلفل حلوين كده، ونجيب بقى كله بالترتيب. كمون، شويه روزماري حلوين، شويه بهارات، ورشه قرفه، ونقلب. وهو بقى بيغلي يا دوبك غلوتين، اروح على طول مجهزه الطاجن بتاعي. ودي نشيلها مش عايزينها، واجيب الكبشه بتاعتي. ونجيب الفطين بتوعي حبايبي،
او خدوا بالكم ان انا ما اديتوش وقت يغلي وما سبتوش براحته، مش هينفع عشان السمك ما يشدش معايا. وهغرفه بقى دلوقتي كده على طول، احطه في الطاجن وبعدين احطه في الفرن يستوي بقى كله مع بعضه وياخد وش كده حلو. بس كده ادي الطاجن بتاعي اتعمل، طاجن في منتهى الجمال، طعمه حلو وطاجن غني جدا. ونقول كده بسرعه واحنا بنغرفه عملنا ايه. البصله في الزيت ونزلنا بالصبيط الاول وبعدين بالسمك الفيليه وبعدين بالجمبري ومعلقه الثوم والخضار بتاعنا كله اللي هو طماطم مكعبات وفلفل مكعبات وجزر مبشور، وبعدين نزلنا بعصير الطماطم وتبلنا. بس كده هحطه في الفرن على ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا لي على طول. فاصل صغير واوعوا القناه تتغير. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بعد ما حطينا الطاجن المتين في الفرن وسايبينه يستوي وياخد وش كده يتحمر. طيب طالما هنعمل سمك، ايه اكتر حاجه تليق جنب السمك؟ رز الصياديه. بمنتهى السهوله والبساطه هنعمل حله رز تتاكل لوحدها. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندي هعمل رز، يبقى عندي رز، بعد كده عندي بصل مفروم وعندي صلصه وطبعا زيت وكمون، فين الكمون، والملح بتاعي وحله وميه. ادي مقادير رز الصياديه. تعالوا نشوف هنركب الحاجات دي كلها على بعضها ازاي. اول حاجه حلتنا حبيبتنا، ونولع بوتاجازنا، وهوريكم ازاي رز الصياديه ياخد لون حلو بدون اي مجهود. نجيب بس مقاديرنا كده كلها جنبنا ونجري بسرعه نجيب الزيت بتاعنا. شوف بس الحله كده نشفت، ميتها نشفت، بس لسه غسلاها دلوقتي. حسيت كده انها كانت مطربه من السطوح شويه فقلت اديها شطفه، فاستنوا بقى لما الميه بتاعتها تنشف. اهي كده خلاص. نحط الزيت، ورز السمك بيحب الزيت كده كتير شويه، سخي يعني كده. ونشيله وننزل بالبصله زي ما اتفقنا، رشه الملح، وهنسيبها بقى ايه مع نفسها خالص كده لغايه ما تاخد لون، لغايه ما تحسي يعني انها تتحرق خلاص. بعد كده نبتدي نشتغل بيها. ماشي الكلام. هنسيبها مع نفسها كده تاخد لون وتتحمر كويس. وتعالوا نقول الصنف اللي بعدين، نقول مقاديره ايه. صينيه سمك بلطي ولا اروع من كده، صينيه سمك بالخضار. مقاديرها طماطم مكعبات، فلفل حامي على بارد، توم، كزبره خضراء، عيدان كرفس، بصل مكعبات، وطبعا 3 سمكات ما شاء الله يعني طازه وفي منتهى الجمال. بس هي دي مقاديرنا النهارده، وتتبيلتنا كمان هتبقى بسيطه جدا، مش هتحتاج مننا اي مجهود. دي مقاديرنا وهنشتغل فيها، بس لما نشوف الاول البصله اخبارها ايه. شغاله اهي تمام، الله ينور. حط عليها شويه كمون، هيساعد برضو في اللون اللي احنا عايزين البصله تاخده.
ممكن نحط ايه كمان؟ ممكن نحط شويه بهارات كده حلوه تدي ريحه حلوه للرز بتاعي، وممكن احط رشه قرفه كمان. ريحه البصله بالتوابل اللي حطيناها طالعه في منتهى الجمال، حلوه حلوه يعني. وفي نفس الوقت يعني غير ان هي بتدي للرز ريحه حلوه، هتساعد ان البصله تاخد لون قوام، مش هناخد وقت فيها. بعد ما البصله هتاخد اللون اللي انا عايزاه، هنزل بمعلقه صلصه وبرده اقلبها مع بعضها كده كويس، اللون يغمق اكتر، وبعدين انزل بالرز احوره كله في الكلام ده كله. واحنا اتفقنا احوره يعني الرز يسخن في الماده الدهنيه اللي موجوده، وكل رزايه تتغلف بالماده الدهنيه وتشبع منها خالص. وبعد كده في الاخر خالص هننزل بالميه بتاعتنا ونسيبه يغلي، وبعد كده نحطه على نار هاديه يتشرب براحته خالص. وبعدين هنشتغل في صينيه السمك. نشوف بس اخبارها ايه. هي قربت اهي. نحط معلقه الصلصه. طبعا انت في البيت بقى براحتك خالص، مش متقيده بوقت ولا حاجه، ممكن تسيبيها اكتر تاخد لون اكتر، هتبقى ألذ ألذ ألذ. وبعدين ننزل بالرز. ونحوره كويس قوي كده في بعضه. كله كده يخش في قلب بعضه، اديني لون حلو كده ما شاء الله. ريحته مش قادره اقول لكم جميله جميله قد ايه. طبعا كده احنا في الوقت ده في المرحله دي هنزود شويه ملح عشان الرز بتاعي يطلع مظبوط ان شاء الله. امال ايه يعني، ما بقاش واقفه على السطوح في الروقان وبعمل الاكل وبعدين الاكل يطلع مش قد كده، عيب يعني، عيب عليا. بس كده هي دي المرحله اللي انا عايزاها. دلوقتي بقى نزود الميه. فين ميتي؟ اهي. واتفقنا المقدار المظبوط للميه مقدار عقله صباع، الميه تبقى فوق الرز بمقدار عقله صباع. زودها شويه غنطاطين خالص بس كده، وهسيبه يغلي ويتشرب الميه، وهنقله على عين صغيره، وهستناكم ترجعوا لي من الفاصل نبتدي مع بعض صينيه السمك بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه. فاصل صغير واوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. رز الصياديه اتشرب الميه بتاعته كلها وحطيناه على نار هاديه وسايبينه كده مع نفسه خالص ياخد ويدي كده، ويطلع لنا ان شاء الله رز حلو كده وجميل جنب السمك. دلوقتي بقى هنعمل صينيه سمك بلطي بالخضار. طيب اول خطوه فيها ايه؟ هنعمل صوص الثوم اللي هنتبل بيه السمك. تعالوا احنا قلنا في الفاصل الاولاني المقادير كلها، نرجع نقولها تاني للي ما كانش موجود معانا. معايا 3 سمكات بلطي، معايا طماطم مكعبات، فلفل مكعبات سواء رومي او حامي، كزبره ناشفه، توم، كرفس، بصل مكعبات، وطبعا ليمون والزيت والخل وتوابلنا الملح والفلفل والكمون، فقط لا غير. نبتدي الشغل.
اول حاجه هنعملها نعمل صوص الثوم اللي هنتبل بيه السمك الاول. طيب هنعمله ازاي؟ هنشوف مع بعض. بوله ومعلقه. حط معلقه ثوم كده حلوه، لان انا هاخد منها للسمك واللي هيتبقى هنزله في الصينيه. والثوم ده هحط عليه ملح وكمون وكزبره، شويه ملح كده حلوين يطعموا لي السمك، وادي الكمون. فين المعلقه؟ برضو شويه كمون كده حلو عشان الكمون من اصدقاء السمك، وشويه كزبره. ادي كده التوابل بتاعتنا، ملح وكمون وكزبره اتحطوا على الثوم، وبنقلبه كويس وننزل بعصير الليمون وبعديه الخل. الخل هنا اول حاجه غير انه بيطعم لي الصوص اللي هنتبل بيه، بيضيع اي ريحه في السمك غير مستحبه. ماشي كده، نحط شويه كمان وخلاص نشيله مش عايزينه. وبعدين شويه خل حلوين كده، هو ده اللي هتبل بيه السمك. ماشي كده، ماشي كده. هنمسك السمك يعني هنلبس الجوانتي بتاعنا. اتقطعت مش مشكلة، هنقلعه تاني دلوقتي ميجراش حاجة، عادي يعني. ونجيب الصينية اللي هنشتغل بيها علشان خطواتنا تمشي معانا واحدة واحدة صح. هاخد من كل حاجة نصها، نص الفلفل، نص الطماطم، نص الكزبرة الخضراء، ونص الكرفس، بس كده. ونص البصل، كنا هننسى البصل ده، إلا البصل يعني ده هو روح الصينية. وأقلبهم كده على بعض، وهي دي الفرشة اللي هحطها تحت السمك. هاخد بس معلقة من التتبيلة بتاعتي، التتبيلة اللي هي عبارة عن ايه؟ معلقة توم وملح وكمون وكزبرة وعصير ليمون وخل، بس كده. ادي كده الفرشة بتاعتي. طبعا مولعة الفرن زي ما اتفقنا. هتشتغلي في الفرن، هتحطي اي حاجة في الفرن يبقى لازم تولعيه قبليها، انه بس عشان البتاعة دي ما تضايقنيش، مش عارفة انا ايه اللي جابها لي هنا. ماشي. واجيب بقى سمكية سمكية، هعمل فيها ايه؟ هاجي هنا هحشي من كل ده. طب اقول لكم على فكرة حلوة، انا جات لي فكرة احلى واوفر من العذاب ده. تعالوا نحط كل ده على بعضه في الصينية، منه تبلناه ومنه ناخد منه نحشي السمك. احنا هنوجع قلبنا؟ مش لازم يعني زي ما هو مكتوب بالظبط، يعني لازم نحط التاتش بتاعنا. بس كده اهو، معلقة تانية طعم اكتر. والله فكرة حلوة وسهلة، انا بعد كده هعملها كده على طول. انا حطيت الخضار كله على بعضه في الصينية، تمام، وحطيت عليه التتبيلة، وهاخد سمكية سمكية احشي بيها، بس كده. ولا هوجع قلبي بقى وافضل احفلط سمكية سمكية مش عارفة احط ايه اعمل ايه، لا اهو اهو بس كده.
واحطها كده. اللي بعديها نفس الحكايه، امشيها كويس كده. والله وفرت علينا كتير. صحية ولا ايه؟ بالتتبيله بتاعته الجميله كده والريحه الحلوه اللي طالعه. ما خدش مني كده وقت خالص، عشان احنا اتفقنا مع بعضينا كل حاجه هنقدمها بمنتهى السهوله والبساطه. قبل ما اقلع جوانتي بس عايزه اعمل حاجه صغنطوطه خالص. هشرح بس السمك كده شرايح صغيره، عشان لما احط التتبيله على الوش التتبيله تدخل هنا، وفي نفس الوقت هعمله كده ايه، هجرنيشه كده شويه بشرايح ليمون كده، يعني منظر كده برضو للصينيه بتاعتي الحلوه دي. بس كده نقلع بقى الجوانتي ده. ادينا بنغير شويه من موضوع المقلي وده خلاص مش عايزاه، ده اللي كنت هتبل فيه، متشكرين له خالص. وكده اخف من المقلي. وانزل بقى بالتتبيله كده في كل حته، وزودي التتبيله ما يهمكيش، ده هي دي اللي هتطعم لك الصينيه وتطعم لك الدنيا كلها. بس كده. بس كده. ايه ده، هي دي جايه عكس دي. انتي ايه يا ستي اللي جابك كده؟ تعالي كده اهي. بس كده. ونجملها بشرايح الليمون وهنجري على طول على الفرن نحطها. شفتوا بسيطة وسهلة وخفيفة وجديدة في نفس الوقت. يعني دايما كده اخترعي، جددي، محدش ليه حاجة عندك. ده مطبخك وزي ما اتفقنا ده مملكتك. شرايح الليمون بقى منها هتدي مزازة وفي نفس الوقت بتجرنش، يعني تدي منظر برضو كده. بس كده اخر واحدة خلاص. فتحتهاش كويس، ما فتحتش بذمة، انا ما فتحتش بذمة، كنت خايفة بس على السمكية. بس كده اهي. ودي كمان ما فتحتش بذمة، مش مشكلة، ما عندناش مشكلة. بس كده. اخر حاجة بقى قبل ما اجري بيها على الفرن، وحاجة مهمة جدا، الزيت. هنحط بقى الزيت ازاي؟ بصي الحركة دي، معلش هي هتتعمل على ايدك شوية بس مهمة جدا، هقولك تعمليها ازاي. بصي اهو، هقفل كده على الزيت واعمل كده. بصوا اللي نازل ايه، سرسوب صغير قوي، انت يتهيألك ان هو كتير، هو سرسوب صغير قوي اللي نازل. بس كده. خلصت صينية السمك، هحطها في الفرن دلوقتي على طول واجيلكوا. بسم الله. دلوقتي هنطلع فاصل صغير، واوعوا القناة ايه؟ اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. الرز الجميل اللي عملناه، رز الصياديه، استوى وغرفته لكم هم عشان تشوفوا لونه وتشوفوا شكله، وكان نفسي تشم ريحته.
والطاجن بواقي السمك اللي كان في الفرن خلص، واتفقنا ان احنا عملناه من بواقي السمك اللي احنا شايلينها في الفريزر من كل اكلة سمك بنعملها. ولسه دلوقتي صينية السمك البلطي في الفرن قربت كده تحمر وتاخد لون حلو، فانا قلت نعمل بقى عصير حلو كده ساقع وجميل ويليق مع اكلة السمك بتاعتنا دي. فقلت ايه اكتر حاجة تليق مع اكلة السمك؟ عصير الليمون بالنعناع. مقاديره معانا كالاتي: ورق نعناع، ورق بس من غير عيدان، تلج مجروش، سكر، طبعا السكر حسب ذوقك انتي، وطبعا ليمون من غير قشر، وعندي عودين نعناع هجمل بيهم. بس كده، مقاديره بسيطة وسهلة بس بجد رائع. تعالوا بقى ناخد كل المقادير دي هناك على الخلاط ونشوف هنشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد معلقة معانا، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اتاكد بس ان خلاطي راكب كويس، ودي اهم حاجه. وبعدين احط تلج بالميه جوه الخلاط كده بالراحه خالص، وانزل بالسكر مع التلج، ونزود شويه ميه، واضرب الاول ضربتين كده. واتفقنا لما بنحط تلج في الخلاط ما بنشغلش مره واحده على طول، سنه وارجع سنه وارجع لغايه ما التلج كله يتكسر في الخلاط عشان السكينه بتاعه الخلاط ما تتاثرش معايا. بس كده اقدر بقى اشغله بامان وانا مطمنه ان شاء الله. وبعدين انزل بالليمون اللي متقشر. لازم يتضرب كويس. الاول انا دوبت السكر في الميه في الشفشق بتاع الخلاط الاول قبل ما احط الليمون، وبعدين حطيت الليمون وافضل اضربه لغايه ما يدوب معايا كويس. واخر حاجه هحطها، وانا قصده طبعا ان انا اخليها الاخر، ورق النعناع عشان ما يتضربش كتير يقوم لونه يغمق وريحته تروح منه، الزيوت العطريه اللي فيه هتضيع من كتر الضرب، عشان كده انا مخليها اخر حاجه. بس كده، والعصير عندي بقى جاهز، ونصبه على طول. ما خدش وقت خالص، ومنعش كده وجميل في الحر اللي احنا فيه. نجيب الكاسات اللي هنقدم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونه جميل ازاي؟ بس كده. وادي الشاليمو بتاعنا المتين، وادي كده عملنا بمنتهى السهولة وفي دقيقة واحدة عصير الليمون بالنعناع. اتفضلوا. وهنروح جري بسرعة نشوف صينية السمك اللي في الفرن اخبارها ايه. وادي الصينية بتاعتنا جاهزت. بسم الله ما شاء الله عليها، تحفة بجد بجد، تستاهل بقكم. ودي كده كانت
اصنافنا النهارده. عملنا طاجن السمك المشكل، وعملنا صينيه السمك البلطي بالخضار، وعملنا رز الصياديه، وحبينا بقى كده ايه نلطف الجو كده شويه، عملنا الليمون بالنعناع. يا رب تكون وصفاتي النهارده عجبتكم، اتمنى انها تعجبكم، واتمنى اني اشوفكم تاني في حلقه جديده واصناف جديده في رعايه الله.